كليوباترا شخصية جدلية جدا في التاريخ. يعني مثلا شكسبير يصورها في المسرحية بتاعته هي وأنطوني عشاق، بس حرب أكتيوم هي اللي أنهت حياتهم. أما أحمد شوقي بيصورها في المسرحية الشعرية بتاعته إن هي الملكة اللي دايما بتحافظ على وطنها. دايما كليوباترا جدلية جدا في قصة حياتها، لأن قصة حياتها هي نقطة محورية جدا في تاريخ العالم. بموت كليوباترا البحر المتوسط يبقى بحيرة رومانية. ايه بقى حكاية كليوباترا من غير ولا تزييف ولا روايات؟ ومين هي كليوباترا الحقيقية الإنسانة؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة في قصة إنسان بتاعت كليوباترا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك وتكتبوا تعليق تحت. اتولدت كليوباترا 69 أو 70 قبل الميلاد. أبوها كان بطليموس ال 12، أما أمها المؤرخين مختلفين عنها، مش عارفين هي مين بالظبط. اتعلمت في مكتبة الإسكندرية اللي هي كانت في وقتها أكبر مكتبة في العالم. اتعلمت الفلسفة والكيمياء والرياضة، وكمان كانت بتعرف تتكلم أكتر من لغة، ويقال إن هم كانوا 7. بس اللي كان بقى مختلف إن هي كانت بتعرف تتكلم اللغة المصرية القديمة، وده كان غريب على أميرة من الأسرة البطلمية، لأن ما كانش في حد قبلها عمل الحكاية دي. ولقبت نفسها بإيزيس الجديدة، لأن الإيزيس الأولى هي كانت كليوباترا الثالثة جدتها، وهي كانت عايزة تقتدي بيها وكمان عايزة تتقرب من الشعب المصري، فعلشان كده سمت نفسها إيزيس الجديدة. بس علشان نعرف قصة كليوباترا كويس جدا لازم نعرف شوية أحداث مهمة حصلت قبل ما هي تتولد. أيام أبوها بقى بطليموس ال 12 حصل ثورة، لأن هو كان فاسد وكان عمال يفرض ضرايب كتير، وكان ما بيعملش إنجازات كتيرة، يعني زي ما بيحفرش الترع، ما بيصلحش الجسور، الحاجات من دي، بس كان عمال يفرض ضرايب كتيرة جدا. المهم بسبب الثورة دي خاف على نفسه وهرب بره مصر وراح على روما. اما بقى بنته بيرنس هي اللي بقت ملكة مصر. المهم ان هو دفع رشاوي كتيرة جدا لمجلس الشورى علشان يساعدوه ان هو يرجع لحكمه، وغير كده كمان عمل سندات على الخزانة المصرية، لان الفلوس اللي معاه كانت خلصت، وده يعني ضمان ليهم علشان هم ياخدوا فلوسهم مرة تانية زي كده الشيكات دلوقتي. وفعلا رجع للحكم بفضل الرومان. وخلوا بالكم من الحتة دي، بفضل الرومان، علشان دي نقطة مهمة جدا هنحتاجها بعد كده. المهم لما جه يموت وصى ان بنته كليوباترا تحكم مصر هي واخوها بطليموس ال 13، وهما الاتنين يكونوا متزوجين. وطبعا دي كانت عادة عادية جدا في الوقت ده، زي ما شفنا في حلقة حتشبسوت. اللي ما شافهاش يروح يشوفها دلوقتي، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. بس المهم بقى خلى روما هي المشرفة على الوصية بتاعته، وده برضو نقطة هنحتاجها قدام. وفعلا اتجوزت كليوباترا من اخوها. هي كان عندها 18 سنة وهو يا دوب كان عنده 13 سنة بس. وفضل يتم تصوير بطليموس على انه الملك، وان كليوباترا على انها زوجة الملك في الصور والجداريات. بس في الواقع بقى بطليموس ما كانش بيحكم. بطليموس كان صغير، واللي كان مشرف عليه هو الوزير، وكان في بقى خناقة ما بين الوزير وكليوباترا. كليوباترا كانت شخصية قيادية ليها كاريزما، وكان الوزير عايز ينفرد هو بالحكم، فبالتالي مين العدوة؟ أكيد كليوباترا عشان ينفرد بالحكم. المهم فضلت تتطور الأحداث بينهم هما الاتنين لغاية ما اضطرت كليوباترا إن هي تهرب من الإسكندرية وتروح على الشام. وفعلا في سوريا راحت عملت جيش مرتزقة هناك، ورجعت بيها على البوليسيوم اللي هي دلوقتي بورسعيد، ودي طبعا البوابة البرية الوحيدة لمصر، علشان طبعا تحارب الوزير وتبقى هي الملكة مرة تانية. بس الحرب ما كانتش دايرة بس في مصر، لا دي كانت دايرة كمان في روما، لان في الوقت ده في روما كان في صراع ما بين يوليوس قيصر وبومبيوس، وفضلوا يحاربوا كتير لغايه ما بومبيوس رجع لورا، بيرجع لورا لغايه ما راح لليونان. وبعد كده راح اسكندريه، لانه هو اللي كان بيساعد بطليموس ال 12 علشان يرجع للحكم مره تانية، فاكيد الحكومه بتاعته هتساعده ان هو يرجع لحكمه مره تانية في روما. ولما عرف ان الاخين بيتحاربوا في البوليسيوم راح هناك. يوليوس قيصر لما عرف ان بومبيوس رايح على مصر قال ان هو رايح على العاصمة، فراح على طول على الاسكندرية، بس هو ما يعرفش ان هو رايح على البوليسيوم. المهم وصلت اخبار للوزير ان بومبيوس جاي على البوليسيوم، راح على طول خده وراح موته، لان هو كان عارف ان هو الطرف الخسران، وبكده هيكسب ثقة يوليوس قيصر لان هو قتل عدوه. ولما عرف ان يوليوس قيصر في الاسكندرية راح على طول للإسكندرية هو وبطليموس. أما كليوباترا فضلت في البوليسيوم، لأن لو خرجت من البوليسيوم هتخرج من غير الجيش بتاعها، وبالتالي هتخرج فهتكون مجرمة، لأن هي في مصر في الوقت ده هي مجرمة، فهيتم القبض عليها. بس هي عايزة تروح ليوليوس قيصر علشان تعرض عليه المشكلة بتاعتها، لأن زي ما انتوا فاكرين في الأول الوصاية بتقول إن كليوباترا وبطليميوس هما اللي يمسكوا الحكم، والمشرف على كده هي روما. ومين دلوقتي حاكم روما؟ يوليوس قيصر.
فعشان كده هي محتاجة ان هي تعرض القضية بتاعتها. اضطرت ان هي تتخفف سجادة وتتقدم هدية ليوليوس قيصر، ولما راحت هناك كشفت عن نفسها وقالت له الحكاية. بس المهم يوليوس قيصر انبهر بيها، انبهر بكاريزمتها وحضورها القوي، وانبهر ان هي مثقفه. وده كان غريب على الستات في الوقت ده، لان الست كان اخرها بيتها وجوزها. كان غريب ان هي تتعلم وان هي تتثقف. لا، وغير كده كمان هي متعلمه لغات، وغير كده كمان هي بتعرف تبرز جمالها كويس جدا، وده يدل ان هي ذكيه. طب ليه يدل ان هي ذكيه؟ لان بعض المؤرخين بيقولوا ان هي ما كانتش جميله الجمال المبهر، بس معنى ان هي تكون جميله وتقدر ان هي تلفت انتباهه، معنى كده ان هي عارفه مواطن الجمال بتاعتها وعرفت ان هي تقويها، فده يدل على ذكائها. المهم فضلت مستخبيه في القصر معاه مع يوليوس قيصر، علشان لو هتخرج طبعا هتموت، لان هي متمرده ومجرمه. في ناس بتقول ان هو كان بيحبها وهي كانت بتحبه، بس ده مش حقيقي. هما كانوا عارفين ان دي صفقة، هو عايز ايه وهي عايزة ايه. هي كانت عايزة ان هي ترجع للحكم مرة تانية وتكون الامبراطورية القديمة بتاعة البطالمة، اما هو عايز الفلوس اللي بتخرج من الدولة البطلمية، علشان هو كان خارج من حرب وعايز يقوي الاقتصاد بتاع دولته مرة تانية، فبالتالي هي مصلحة مشتركة. وغير كده كمان الفلوس السندات بتاعة ابوها بطليموس ال12. المهم فضل فصل الشتاء وهم متحاصرين مع بعض لغاية ما توصل التعزيزات من روما ويدخل الحرب مع اخوها. بس حصل اشتباكات ما بينها وما بين اخوها، فاتحرقت مكتبة اسكندرية 48 قبل الميلاد. المهم حصلت الحرب وفعلا هي انتصرت ومات اخوها، وبقت هي ملكة مصر، وخلفت بطليموس قيصرون، ومعنى اسمه القيصر الصغير، فعلشان كده يقال ان هو ابن يوليوس قيصر. واتجوزت اخوها التاني بطليموس ال14 اللي كان عنده في الوقت ده 11 سنة، وهي كان في اوائل العشرينات من عمرها. اما ارسينوي اخت كليوباترا اللي كانت بتساعد اخوها بطليموس ال13، لما اخوها مات اخدها يوليوس قيصر في موكب الظفر او موكب الانتصارات، وده كان بيعمله الامبراطور علشان يعرض اولاد الملوك اللي هزمهم طبعا. المهم بعد ما خلص موكب الظفر ده وهي كانت معروضة بسلاسل من ذهب، تم نفيها في معبد في آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي. بعد فترة راحت كليوباترا وقيصرون واخوها بطليموس ال14 راحوا روما، وقعدت في قصر بتاع يوليوس قيصر، القصر الخاص بتاعه ورا نهر التايبر، وحضرت يوم ما اتحط تمثال ليها في معبد فينوس ربة الجمال عند اليونان، والتمثال ده كان معمول من ذهب. لما راحت روما كانت في الوقت ده هي عاملة زي رائدة الموضة، تسريحة شعرها، هدومها، المجوهرات اللي هي كانت لابساها، كل ده بقى موضة، وكل الستات بقت تحاول تقلدها في الموضة بتاعتها. وكانت بتعمل مجلس بيقعد فيه اشهر الفلاسفة والشعراء، وده كان يوميا لغاية ما جه اليوم المشؤوم في سنة 44 قبل الميلاد، اليوم اللي مات فيه يوليوس قيصر، أو بالأصح تم اغتياله، وهو كان في مجلس الشيوخ الروماني. حصل فوضى في روما في الوقت ده، فاضطرت كليوباترا وكل اللي معاها ان هم يهربوا ويرجعوا تاني على اسكندرية عشان ينقذوا بحياتهم. بس لما رجعت اسكندرية اخوها مات، ويقال ان هي موتته بالسم، وحكمت هي وقيصرون مصر. زي ما شفنا كليوباترا شخصيتها كاريزمية جدا، حضورها قوي، ذكية وسياسية شاطرة جدا، كانت عارفة تلعب لعبة السياسة كويس جدا. بس هل بقى هتفضل شاطرة جدا في اللعبة دي، ولا هنعرف بقى في الحلقة الجاية ايه اللي هيحصل لها؟ بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الحلقة الجديدة، وتعملوا لايك وتكتبوا لنا تعليق تحت عن الشخصيات اللي عايزين نعملها تاني. مع السلامة.